مبدئيا كده الناس كلها، ودي حاجه ما نقدرش نختلف عليها، وخصوص ناس لسه ما اشترتش عربيه نفسها ان سوق العربيات اسعارها تهدى شويه، واسعار العربيات الزيرو ترجع زمان زي سنه 2020 كده، لما كنا بنشوف النيسان صاني ب 200,000 جنيه والفيات تيبو ب 260,000 جنيه. بس مش كل حاجه بنتمناها لازم تحصل، وخصوصا خلاص ان العجله دارت مبدئيا، والاقتصاد والاسعار عامه ما بيرجعوش بظهرهم بالمنظر ده. بس في شويه عربيات كده لو جت السوق المصري هتعمل نوع بالانس جامد جدا في السوق، وده بيخلي المنافسه زي ما احنا بنشوف مثلا لما سعر التويوتا كرولا نزل الفتره اللي فاتت، ده اثر على سوق العربيات المستعمله ازاي. حتى عربيات الزيرو، العربيات اللي كان عليها اوفر برايس، الاوفر برايس بتاعها بدا ينزل، ما كانش انتهى اصلا. ده كله بقوله عشان السوق مستني عربيه المفروض هتتقدم الفتره اللي جايه، اسمها نيسان ماجنيت. انا جاي في الفيديو ده مش عشان اقول لك الماجنيت جاي او مش جاي، انا جاي عشان اقول لك الحقيقه، هقول لك تصريحات قالها مدير في نيسان مصر، واقول لك كمان شويه معلومات عن العربيه وهي شبه ايه بالظبط، يا ترى بالعقل والمنطق كده العربيه دي هتيجي مصر ولا مش هتيجي. بس في البدايه زي ما احنا متعودين نرجع لسنه 1911 لما بدا مهندس ياباني اسمه صعب بصراحه فتح ورشه صغيره لانتاج العربيات. الورشه دي كان اسمها كيشينشي موتورز وور، والناس اللي في الشارع عشان الاسم كان صعب عليهم اصلا سموها دات. وطبعا الورشه قعدت تكبر شويه شويه، وركزت ساعتها على حاجه ناس كتيره ما كانتش مركزه عليها، وهي انتاج العربيات الصغيره الشعبيه اللي بتهم الناس. في 1934 ظهرت لنا اول مره نيسان موتورز كومباني، وطبعا زي اغلب الشركات اليابانيه الانتاج وقف خالص في الحرب العالميه الثانيه. بس بعد الحرب العالميه الثانيه دي كانت نقطه انطلاق كبيره لشركه نيسان، ناس كتيره كانت عايزه العربيات الاعتماديه والعربيات الصغيره. الستينات والسبعينات بقى كانت فتره مهمه جدا لحياه الشركه، نزلت عربيتين، عربيه داتسون 510 ونزلت الاسطوره بتاعتها اللي هي الزد سيريس، ودي عربيات رياضيه شكلها جامد جدا وسعرها رخيص مش غالي. ومن هنا بدات نيسان بخلال الزد سيريس دي تحط رجليها في امريكا واوروبا. في التسعينات بقى نيسان بدات تركز على التكنولوجيا شويه، ودخلت تقنيات جديده كانت اول مره العالم يشوفها في الوقت ده، زي نظام التحكم الالكتروني في الموتور ونظام تعليق متطور كمان. والنتيجه عربيات مشهوره كسرت الدنيا زي نيسان باترول ونيسان ماكسيما. فتره التسعينات برضو كانت فتره مهمه جدا للشركه، ومنها نبدا نفهم ان العربيات ليه كتير في مجموعه نيسان شبه مجموعه رينو. في التسعينات نيسان رغم التكنولوجيا الجديده اللي هي جابتها بس كانت غرقانه في الديون، وبتخسر خسائر بالمليارات وعليها ديون مرعبه، ومن الاخر كده الشركه كانت رايحه ان هي تفلس. ظهرت بقى رينو في الفتره دي. رينو كانت شركه هاديه وبتحقق ارباح بالمليارات، فحبت ان هي تستغل الفرصه دي وتقدر عن طريقها تخش السوق الاسيوي، وده طبعا سوق كبير مش صغير. وفي 1999 رينو قدمت عرض ينقذ نيسان، مش فلوس بس، لا ده عرض كامل عشان ينقذ الشركه. التحالف كان ببساطه كان مبني على مبدا صغير قوي، ان احنا نتشارك مع بعض ونكسب ونقلل الخسائر. نيسان هتاخد جزء من رينو ورينو هتاخد جزء من نيسان، ويبقى في مجلس واحد بس بيدير الشركتين. وبعد التحالف ده ما ظهر بدأ يعملوا حاجه كانت جديده على السوق وقتها، حاجه اسمها شيرد بلاتفورم، يعني تصميم ممكن رينو تعمله ونيسان تستخدم نفس الهيكل والمحركات بالظبط، والعكس صحيح، وده خلى التكلفه تقل جدا، وطبعا الجوده بتزيد قوي والسرعه في التطوير بتبقى اعلى. وانا شفت منصات جديده انتجتها الشركتين زي المنصه المشهوره بتاعت سي ام اف، ودي شفنا منها عربيات كتير زي رينو كيليو ونيسان قشقاي، والعربيه اللي بنتكلم عليها النهارده نيسان ماجنيت، واختها اللي بتنزل في رينو اللي هي رينو كارديان، او زي ما بيسموها بره رينو كيجر. بعد التحالف ده بقى نيسان رجعت الحياه مره ثانيه، ارباح بالمليارات، وخلى كمان الشركه لما عربيات الكهرباء بدات تنزل. التحالف ده كان من اسرع التحالف في نشر عربيات الكهرباء. شفنا ساعتها عربيه رينو زي، وشفنا كمان نيسان ليف. والنيسان ليف دي يا جماعه اسطوره، دي تعتبر من اكبر العربيات اللي انتشرت في موضوع الكهرباء ده. فاقول لك ان نيسان في 2024 باعت 3,144,000 عربيه. نرجع بقى العربيه اللي هنتكلم عليها النهارده اللي هي النيسان ماجنيت. العربيه دي ظهرت لاول مره في الاسواق العالميه في 2020، والعربيه بتطلع من مصنع الشركه في الهند، وما بتطلعش من اي بلد تاني غير الهند. عربيه تصنف سب كومبات كروس اوفر 5 ابواب، وزي ما قلت لكم في المقدمه بتاخد نفس الهيكل بتاع السي ام اف اللي مشترك معاها رينو كارديان. وطبعا ليه؟ عشان لو انت مركز ان الشركتين ما بينهم تحالف وبياخدوا ايه المواتير من بعض والشاسات من بعض. المهم العربيه بتنزل بره في الاسواق العالميه بموتور واحد بس، موتور 1000 سي سي تربو، وبيجي معاك اختيارين من نقل الحركه، الا في تيس 5 سرعات مانوال الا في تيس سي في تي. العربيه خدت فيس ليفت نفس العربيه هي بالظبط مع تغيير بسيط كده، نفس الموتور بنفس الابعاد في 2024، وزي الكارديان بالظبط. العربيه دي بتطلع 100 حصان و142 نيوتن متر عزم. بالنسبه لابعاد العربيه حجمها مش وحش، قريبه جدا من حجم الكارديان، خصوصا ان هما الاثنين على نفس البلاتفورم، وخصوص الارض العربيه دي برضو 20 سم، والصندوق الخلفي بتاع العربيه 336 لتر. وهتلاقي العربيتين تقريبا نفس الابعاد في كل حاجه، الا بس اختلافات بسيطه قوي. العربيه دي عشان نعرف سعرها كام او بتيجي كام في الاسواق اللي بره، هنشوف سعرها كام في السعوديه. العربيه في السعوديه تقريبا ب 66,000 ريال، يعني سعرها تقريبا 843,000 جنيه. وفي الامارات سعرها 60,000 درهم، يعني تقريبا بسعر صرف النهارده 770,000 جنيه. لو بصينا على سعر الرينو كارديان هي بتيجي في مصر بثلاث فئات، من اول 850,000 لغايه 974,000. اول فئه فيها تجهيزات الستاندرد كلها، ثاني فئه بتزيد حاجات بسيطه زي الستارت ستوب انجن والكشافات الفوج لايت، وايرباجات بتاعتك بتبقى 6 بدل 4. والفئه الثالثه 975,000 تاخد فيها الدلع كله. بس الفئه الاولى في العربيه تعتبر مش وحشه خالص. لو بصينا بقى الاسعار هنلاقي سعر الرينو كارديان بالظبط قريب من سعر النيسان ماجنيت. ولو خدنا بالنا كمان هنلاقي ان تكييف الكارديان ناس كتير شكرت فيه، قال التكييف ده كويس مش وحش، وده عشان التكييف بتاعهم جاي من نيسان. يعني من الاخر
كده يا جماعه الشركتين بياخدوا من بعض وبيشغلوا بعض. طب انت عمال تقول لنا رينو كارديان ونيسان ماجنت وعمال تدخل لنا عربيتين في بعض. بص يا صديقي العربيتين واحد، بس ايه اللي بيحصل ان الشركه بتنزل العربيه دي مثلا في السوق المصري، بس الشركه دي عامله تحالف كبير مع بعض، هو رينو ونيسان. انا دلوقتي عندي عربيتين، عربيه بتنتج في الهند وعربيه بتنتج جنب مني هنا في المغرب يعني شحن ارخص، وعلامه رينو التجاريه في مصر هنا مش وحشه. انزل عربيه من المغرب باسم رينو كارديان ولا اجيبها من الهند باسم نيسان ماجنت؟ وايه المنطقي ان انا لما اجيبها من المغرب باسم رينو كارديان وانزلها السوق المصري وتنجح، ارجع اجيب نفس العربيه بنفس الموتور بنفس كل حاجه هي من الهند؟ بيحصل في حاله واحده بس، لو في السوق المصري عربيات كتير في الفئه دي، فدي بتحاول تخش في نص وتاخد حته من التورته من الاخر، بس ده مش حاصل. احنا بنتكلم في الفئه دي بالذات، احنا شايفين قدامنا رينو كارديان وبنشوف معاها سوزوكي السويفت، غير كده بقى بنخش في العربيات السينيساو است والعربيات تيجي 4 برو والحاجات دي. حتى العربيه دي لو جت مصر سعرها مش هيقل عن 800,000 جنيه. والكلام اللي بقوله ده برضه قاله المهندس محمد عبد الصمد، وده رئيس مجلس اداره نيسان مصر والعضو المنتدب في الشركه العالميه، واكد ان كل اللي اتقال ان نيسان ماجنت جاي مصر غير صحيح، وقال ان الشركه ما بتخططش نهائيا لطرح هذا الطراز في مصر رغم انتشاره في الهند والخليج. وقال كلام كمان نيسان صني هتكمل معانا فتره، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. المهم ان الراجل ده قال نفس الكلام المنطقي اللي انا بقوله، ان الشركتين بينزلوا عربيه واحده، بس واحده باسم رينو كارديان وواحده باسم نيسان ماجنت. دي عشان في الهند بتروح الخليج اقرب ليها، وفي نفس الوقت تكلفه الشحن بتبقى اقل، وعلامه نيسان محبوبه في الخليج عشان التكييفات والكلام ده كله. واحنا هنا في مصر بتجينا من المغرب جنب مننا من رينو. وزي ما بقول لك لو جت مش هتيجي اقل من 800,000 جنيه. انا دلوقتي لو معايا الفلوس دي وعجباني الرينو كارديان انزل اجيبها، ملوش لازم ان انا استنى اصلا النيسان ماجنت، عشان انت هتاخد نفس العربيه بالظبط مش تفرق حاجه. ولو حتى في 2026 الشركه قررت تنزل العربيه فعلا، مش هتضيف كتير قوي بالنسبه لك لو انت اشتريت الرينو كارديان، مش هتحس باي فرق او هتحس ان انت ندمت اصلا. اما انا في رايي بقى لو انت عاوز تجيب العربيتين دول، فالنصيحه مني روح لرينو تالنت 700,000 جنيه هتاخد نفس المنظومه الحركيه بالظبط، بس العربيه معاك هنا هتبقى بشنطه، الا لو انت بقى مجنون بالعربيات الهاتشباك وبتحبها، دي حاجه تانية خالص. بس خلي بالك سواء جبت الكارديان او جبت الماجنت، انت كده بتاخد موتور 1000 سي سي على فتيس سي في تي، يعني من الاخر كده العربيه ما تستناش منها عن العربيه تطير. عربيه استهلاك البنزين بتاعها يعتبر معقول، بس لو حملت عليها ناس كتير وفي مطالع كتير استهلاك البنزين بتاعك هيزيد. تكييف العربيه برده مش هيبقى احسن حاجه عشان موتور صغير مش كبير، ده غير انت بتاخد عربيه 3 سلندر و1000 سي سي وتربو، يعني من الاخر كده العمر الافتراضي بتاعها ما تخيلش ان هيبقى زي العربيات التنافس الطبيعي. بس ده كان كل حاجه النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم. وقولوا في الكومنتات حابين نتكلم على ايه، وايه العربيات اللي عايز تعرف عنها تقرير كامل، واشوفكم الفيديو الجاي. كان معاكم مؤمن سيد، سلام.